المهرجان الخطابي في منطقة المناسف. هذه المنطقة التي كانت بالأمس القريب مكانا لقيادة تنظيم القاعدة أو ما يسمى بأنصار الشريعة في محافظة البيضاء، وتدار وتنطلق منها أعمال تهدد الأمن والاستقرار وتستهدف أرواح الأبرياء بدون ظلم أو جرم اقترفوه. واليوم نحتفل بعودة المنطقة إلى حظيرة الجماعة والصف الوطني وولائها وأبنائها للدولة. الله أكبر. وأصبحت خالية من تنظيم القاعدة بفعل تعاون أبنائها الغيارى الصادقين، وبفعل أبطال القوات المسلحة والأمن الساهرين على القمم والجبال والسفوح والأودية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير السكينة والطمأنينية للمواطنين. لا يفوتني هنا أن أشكر الأخوة لجنة الوساطة الذي كان سعيهم مشكور في الوساطة وكانوا على مستوى المسؤولية ومساعيهم التي تخللت بالنجاح، كما أشكر القنوات الفضائية على تغطية فعاليات الاحتفال، وأشكر بالذات مدير الإعلام في المحافظة. ولقد كان الأولى بالحكومة التعمير لا التدمير، وإقامة المشاريع الخدمية للمواطن بدلا من شن الغارات وتشريد المواطنين. طبعا زي ما شفت انت الدولة موجودة في كل مكان، والدولة اليوم دخلت مثلا بالأخ المحافظ والقوى العسكرية اللي دخلت معه، وفيه إن شاء الله هذه بداية خير إن شاء الله. بعد تجري بعدها إجراءات، إذا صدقت النوايا فإن شاء الله تنتهي. وبعون الله إنها تمت، ونحمد الله إن احنا نعتبر أن هذا اليوم فرح وعرس في هذه المنطقة، لأنها بيعتبر من الصعوبة أن نجد أو أن توجد حلول بين القاعدة وبين الدولة، لأن هناك قد حدثت من قبلنا في مناطق أخرى على أساس أنهم يتوسطوا، فنحن قمنا بدورنا بمصداقية. أولا